ليه كسر زراعة التوصيل في الموتور بيخليه أدق؟ الموضوع شكله غريب بس ده في الحقيقة واحد من أذكى وأدق التقنيات جوه المحركات الحديثة. الطرف الكبير من زراعة التوصيل لازم يركب على عمود الكرنك بدقة متناهية. أي زحزحة بسيطة جدا ممكن تخدش عمود الكرنك وتزود الاحتكاك وتبوظ التزييت، وساعتها هتأثر عمر الموتور بسرعة. زمان كانوا بيقطعوا الزراعة قطع عادي، بس القطع الناعم ده ممكن يزحلق وما يمسكش في مكانه بإحكام. هنا بقى تيجي عبقرية طريقة الكسر المحسوب. بيعملوا شق دقيق جدا في الطرف الكبير وبعدين يكسروا الذراع كسر متحكم فيه، فيتكسر بالظبط على خط الشق ويطلع سطح خشن ثلاثي الأبعاد زي بصمة صباع للحديد، ملوش نسخة تانية. السطح الخشن بقى ده هو سر القوة. أول ما الغطا يركب تاني السطحين بيعشقوا في بعض فورا من غير أي انزلاق ولا أي حركة. تثبيت صلب 100% وعند سرعات بتوصل ل 6000 و 8000 لف في الدقيقة في المحركات العادية، والأكتر من كده في محركات الأداء العالي. التعشيق الطبيعي ده بيخلي الذراع ثابت في مكانه بدقة مرعبة. من غير الطريقة دي كنت هتحتاج معدات أغلى بكتير وشغل أعقد بكتير عشان توصل لنفس الدقة دي. يعني باختصار فكرة كسر حديد دي واحدة من أقوى وأأمن الطرق لصناعة موتور عالي الدقة في الوقت الحالي. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.